السلام عليكم الأخوات، اش اخباركم؟ نتمنى نلقاكم هذا الفيديو في أحسن أحوال. اليوم غنشارك معكم لي كاب كيك بالشكلاط يجيو ناجحين 100%. غير هو الفيديو ديالو ما غيجي مختلف عن باقي الفيديوهات. هذا درتو فيديو لايف، لذلك المونتاج غيكون شويه ناقص. كما كتشوفوا راكم عارفين في اللايف راه ما تيكونش المونتاج، تيكون لايف. كيف كتشوفوا كيجيو هشاش طالعين بمكونات اقتصاديه بدون محسنات، فقط بمكونات موجودة في كل بيت. على بركة الله ندوزو للطريقة. قبل ما نبداو في الوصفة ديالنا ما تنساوش تخليو لايك والتعليق زوين بحالكم، وتبارطاجيو الوصفة إلا عجبتكم بطبيعة الحال. في المكونات كنحتاج 2 كؤوس من الدقيق، 2 كيسان من الدقيق، نص كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب يكون عامر، قشور برتقال تقريبا ملعقه كبيره ما عامراش، وجوج خمارات ديال الحلويات، وجوج ساشيات ديال كاكاو المور، وجوج بيضات، وقبيصه من الملحه. هادو هما المكونات لا اقل ولا اكثر. ندوزو الطريقه. اول حاجه كنضيف البيض ونضيف السكر وقبيصه من الملحه وقشور ديال البرتقال. غنخلط هاد المكونات مزيان حتى يتخلط السكر، حتى نحس بالسكر صافي داب. ونضيف نص كاس ديال الزيت، نعاود نخلط المكونات مزيان، ونضيف الحليب ونعاود نخلط المكونات. وغنضيف النواشف 2 كيسان من الدقيق، والخماره د الحلويات، وساشيات ديال كاكاو المور. هنا كيف كتشوفوا راه كنغربلهم كاملين باش ما يشكلوش ليا الحبيبات. بالنسبه للاخوات اللي بغات تحضر في اللايف، ان شاء الله غنحل لايف مع ديك 10 او لا 10:30 ديال الليل. اللي بغات تحضر في اللايف مرحبا، راه في اللايف تيكون الشرح اكثر من الفيديوهات العاديين. وهنا البنات بعد ما خلط الخليط مزيان على هذا الشكل، في الاخير زدت ملعقه كبيره من الخل. وهنا عندي ليمول ديال لي كاب كيك. كيف ما كتشوفوا كل وحده كنضيف فيها 3 ملاعق، ما عمرتهمش حتى اللافان باش ما يفيضوش ليا في الفران. بالنسبه لطريقه الطياب مهمه جدا باش يجيوكم طالعين. وبالنسبه للتزيين زينتهم بقطع صغار من الكركاع، قطعتو طريفات صغار باش ما ينزلش ليا الاسفل ديال الكيك. بالنسبه للتزيين لكم الاختيار، بغيتو تزينوا هكايا بالكركاع او لا تزينوا باللوز ايفيلي او لا تزينوهم بالشكلاط. خصوصا الكركاع كنصحكم تزينوهم بالكركاع، كيعطي واحد المذاق بحال كتاكلوا براونيز. وبالنسبه لطريقه الطياب كنشعل الفران مسبقا على النار، تكون مهيله 180 درجه، وكندخلموا الفران اللي مشعول من الاسفل ومن الفوق حتى يبانوا ليا بداو كيطلعوا. عاد كنطفي الفوق وكنشعل غير الاسفل. المده ديال الطياب 15 حتى 20 دقيقه، ما يفوتوش 20 دقيقه، راه دغيا كيطيبوا. وهنا عندي البقيه ديال الكيك ضفتو في هاد ليمول اللي دهنتهم بالزبده، وزينتهم حتى هما بالكركاع وحطيتهم يطيبوا، راه كيجيو روعه. وكيف كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال لي كاب كيك بعد ما طابوا. كيف كتشوفوا راه كيجيو ناجحين 100%. بلا ما نشكر لكم الوصفه، راه الوصفه كتشكر راسها. واحد الاخت سولتني اثناء اللايف قالت لي واش نخلط الخليط ونحطو في الثلاجه ليله كامله عاد نطيبهم او لا نطيبهم في البلاصه. انا اختي ننصحك تطيبهم في البلاصه، ماشي ضروري تخليهم ليله كامله في الثلاجه. وهنا كنكونوا وصلنا لنهايه الفيديو. هذه هي وصفتنا اليوم، نتمنى تنال اعجابكم. وإلا عجبتكم ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.